السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه الأستاذ سعيد أبرنوس واللي غادي يستمر في تأديب المرتزق اليمني أسعد الشرعي اللي مؤخرا راه يطاول على سيادو المغاربة ورجع يحاول يستغل أي حاجة باش يدير الفتنة بين الشعب المغربي وبين مؤسسات الدولة المغربية. الأستاذ سعيد أبرنوس غادي يخرج طول وعرض في المرتزق اليمني أسعد الشرعي وغادي يجبد له كاع الدواسة ديالو اللي حاول يتجرأ فيهم على سيادو المغاربة، وكذلك غادي يوجه رسالة للبعض من المغاربة اللي النية ديالهم سابقاهم باش يفيقوا بنعاسهم ويخاطعوا اليمني أسعد الشرعي، لأنه أولا إنسان منافق ولا يؤتمن، وثانيا عنده سياسة الخبث والمكر وكينشر الفتنة بين المغاربة بواحد الطريقة مسمومة وديال ولاد الحرام. المهم إخواني الكرام، ما نطولش عليكم في المقدمة ونخليكم تشاهدوا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا كالعادة بالإعجاب والتعاليق. بالنسبة للإخوان ديالنا اللي أول مرة كيشاهدوا القناة كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. ابدا حاشا لله انك مغربي كما ينبغي ان تكون مغربي. كيفاش حاشا لله؟ الله ينعطس بوك، نجيك من الاخر وغنسبك ونسبوك انت، غنسبك وغنسبوك لانك تجرأت على ان تقول لمغربي حاشا ان تكون مغربيا. ما انت لتقول لاحد انه حاشا ولا ما حاشا ديال جدربوك. شكون انت باش تقول هذا حاشا ان تكون مغربيا؟ التواصل ديال الوقاحه اللي وصلتي ليها، قزع منو قزع، وصلتي لواحد الوقاحه لا تتحمل، وصلتي لواحد المستوى ديال الخسه والنذاله وتطاول على ولد بلادي انا وتقول هذا مغربي وهذا حاشا ان يكون مغربيا. انت اللي تقول هذا مغربي وهذا حاشا ان يكون مغربيا. هي بلاد فيها 40 مليون وكاين قوانين وكاين جنسيه وكاين كارت ناسيونال. انت بكل خسة ونذالة تمنح لنفسك الحق أن تقول لهذا المغربي أنت مغربي وأنت حاشا أن تكون مغربيا. والله مع احتراماتي لأبيك، وإلا كان حي الله يرحمه عفوا زمرتيني على تصلتك، إذا كان ميت الله يرحمه وإذا كان حي الله يرزقه الصحة والسلامة، وأعتذر للأب ديالك، ولكن أنت واقح، أنت نذل، أنت خسيس، لأنك تتجرأ على أن تمنح للمغربي شرف الانتماء وتنزعه على آخر. عرقتني الله يعرق لك. قال لي اسعد انت تستفز المغاربه، يا روح امك تستفزك انا فاضي لك استفزك انا. انت والاستفزاز ديالك من الاخر، تقود انت والاستفزاز ديالك من الاخر، من الاخر يا روح امك. دابا ولينا في روح امك، دابا كتكلم مع المغاربه بروح امك. دابا وليتي كتحكم على المغاربه وتقول له روح امك. صافي درتي الجناوحه اسعد، وليتي كتفرفر على المغاربه. يا والله حتى ترجع للحجم ديالك الطبيعي والحقيقي، وغتولي لا تتحدث الا مع نفسك. وها فين قلتها لك. واللي مازال غيعطيك شي اعتبار شماته ماشي راجل. علاش؟ لانك تطاولت على المغاربه، حتى لو كان واحدا، حتى لو كان مغربيا واحدا ما من حقكش. واحد من 40 مليون، حتى لو ما من حقكش. وحان الوقت باش تعرف وترجع للحجم ديالك الحقيقي والطبيعي. قد هكا إبسيلون، هذا إبسيلون هو مصطلح رياضيات تاع الرياضيات، سير قلب عليه. لك ولا انا عامل لك حساب انت يعني متى تستفز ومتى لا تستفز. انا اسجل موقفي كمسلم، انا قلت لك انا تجرأت عن كل. تسجل موقفك كمسلم مرة أخرى، سير هضر مع المسلمين كاملين. سير أخويا للسعودية فين كاين الحرمين، سير للقدس وسجل الموقف ديالك كمسلم. سير للجامع تما في بريطانيا ودخل للجامع وسجل الموقف ديالك كمسلم مع المسلمين. ولكن باش تطول وتخص خاص في المغرب والمغاربه، المغاربه والمغرب والمغاربه غادي يوريوك الزنبع فين كاين. خلافات ليس لي علاقه لا بالجزائر ولا بمغرب ولا بشي. دين انا اتكلم عن دين، حتى المنطوق الدين ما يحبه.
ما يحبوه. نجي نقول لهم آيات وأحاديث قالوا أوه أنت مؤدلج دينيا. الله عليك يا روح أمك، وأنت مؤدلج إيش؟ أنت ماشي مؤدلج دينيا، أنت حاشا وأن تكون تمثل لا الدين ولا الإسلام. نجيك من الآخر، أنت غادي مع الربحة بن عمي، أنت غادي مع الربحة. دابا مع مراك أنت مؤدلج هكا، ما كاين لا دينيا لا والو. حاشا الإسلام وحاشا الدين أن يكون شي واحد بحالك يقدر يتكلم من داخله ولا من مرجعية دينية. أنت دابا بن عمي قلنا هذه القضية ديال أنك حماس مع إيران قاشات مغربية كتوقع بيناتنا، وانت يا قندوع بن زندوع غتجمع داك البريته ديالك وغتجمع داك اللايفات ديالك على المغرب والمغاربه. صافي، عقلب علينا، ما تشكرنا، ما تمدحنا، ما تصفق لنا، ما تصفر علينا. صافي ما خصناش. انا فلسطين ماشي حتى غتجي تعرفني على الفلسطينيين، ماشي حتى غادي تجي انت عاد غادي توري للمغربي ما هي ومن هي فلسطين. ماشي انت صاحبي، انت فين اللي كنعرف فلسطين راه مش من عام. اش نقول لك انا من نهار وقعت المشكل في 48 والمغاربه مع فلسطين. غتجي انت دابا تورينا كيفاش نضمنوا معاها. غادي تجي انت اسعد اليمني الانجليزي، راه انت انجليزي ما غنسالكش مره اخرى، مابقاش نقول لك اليمني، لان لو كنت يمنيا لكنت تتحدث وتهتم باليمن، ولكن انت راك في الانجليز. اذا اسعد اليمني الشميشه كضرب. انا منور وكيزيد لي ربي النور. شوف سبحان الله سبحان الله. شوف بنادم منور. شوف عبد الكريم الخطابي. أما الذين لهم عروق يهودية أو عروق، ها اللي قلنا شتي التأليب، ها هو التأليب ابن عمي، ها هو الشحن والتأليب المغاربة ضد المغاربة. ها اللي قلنا شتو، هذا راه أكبر ولد الحرام في العالم. هذا أكبر مجرم أنجبته البشرية، وغنقولها بكل وقاحة وأعترف أنني يعني قلت كلام ما خصوش يتقال. كنعترف ان داك الكلمه اللي قلت ما خصهاش تتقال، ماشي اخلاقيه، ولكن اصر عليها لان الغرض ديالك بان في هذه اللقطه هذه. اسمع، الصهيونية هؤلاء لا يمثلون المغرب، لا يكذبون عليكم. أنا أسعد الشرعي أسجلها، أرى الشعب المغربي أكثر شعب عربي وإسلامي متمترس مع القضية الفلسطينية ويحب القضية الفلسطينية، وهم أحفاد يوسف بن تشفين وعبد الكريم الخطابي. أما الذين لهم عروق يهودية أو اللي عندهم عروق يهودية عندهم هنا 2000 سنة أسعد الشرعي، ديما تعاود. اللي عندهم عروق يهودية عندهم هنا في المغرب 2000 سنة، وكاين اللي عنده 700 800 سنة. اليهود جزء لا يتجزأ من المغرب والمغاربة. فهمتيها؟ هو هذاك ما فهمتيهاش سير تقاف، سير تقشر الفول. فهمتيها؟ هو هذاك ما فهمتيهاش سير تنبق. هاد البلاد هادي فيها ما يقارب 700 ولا 800 ألف ديال الناس، يا إما يهود أو من أصول يهودية ومن عروق يهودية، ومنتشرين عبر العالم. وكاين اللي باقي في المغرب، كاين اللي في أمريكا، كاين اللي في كندا. ديري لكم القوق. أنتوما درتوا معاهم العيب، حنا ما درناش العيب مع ولاد بلادنا. المغرب من الدول القليلة التي ما دارتش العيب لا شعبا ولا دولة مع اليهود نتاعها، وما عندناش مشكل. وهم مغاربة ينطبق عليهم تماما ما ينطبق على مغربي آخر في كندا من أصول مغربية، بحال واحد في هولندا، بحال واحد في الميريكان، لا يهمنا إن كان مسلما أو يهوديا. وكاين اللي باقيين هنا في المغرب. سمعتي يا قزع بن قزع؟ هادشي ما غاديش تفهموه. ولا عندك مشكل مع اليهود سير قولها للانجليز وبريطانيا.
الا عندك مشكل مع ذوي الاصول اليهوديه راه كتخدم معاهم، وداك الطاكسي اللي خدام فيها على الاقل كتخدم معاهم يا اما بشكل مباشر او غير مباشر. هاكا نتاع اليهود ويدعمون اسرائيل وبالهلا يطريه الاتصالات ديال التواصل ديال الجدر النووي ديالك، وانت ما تقدرش تهضر. علاش؟ لانك جبان، لانك منافق، لانك ما قدرتيش تخرج دير مسيره. خرجوا الناس في كاليفورنيا، خرجوا في فرنسا، خرجوا في الانجليز، خرجوا في المغرب. خرج حتى انت، خرج حتى انت في مانشستر. وها هو عبد محمود عباس راه كيطلب المساعده في غزه، راه عيط للسي عبد المجيد قال له عار الله الا ما عاون، راه خصنا مساعدات. راه صيفط حتى انت لغزه. لا صيفط داكشي اللي يلاه شي مليون 2 المليون 3 المليون ديك الساعه كتكون معنا. والمغاربه خقيلهم، المغاربه بعد عليهم. عروق صهيونيه هؤلاء لا يمثلون المغرب، لا يمثلون المغرب ابدا. المغرب لا يمثله احد، الله ينعل ما يحشم. غتبقى تدوخونا بداك اللغه ديال تزلا رب. المغرب لا يمثله احد، لا يمثله لا سعيد برنوس ولا عثمان ولا عمر ولا نوفل ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نحن افراد في دوله، في شعب، في وطن. شكون هذا اللي كيمثل المغرب؟ المغرب يمثل بطريقه فيها يا اما شي واحد كيعطيك تفويض، ولا اقصائيات وكتدي فرقه وكتمثل المغرب في شي محفل معين، ولا كتدي تفويض كتمشي كتمثل البلاد في شي بلاصه، شي مؤتمر، شي قاره افريقيه، شي كاس العالم، شي العاب القوى يمثل المغرب. وما دون ذلك لا احد يمثل المغرب الا الملك نتاعو، الا الملك نتاعو والقرارات الرسميه اللي كتخرج من الدوله. هذا هو يمثل المغرب. اما سعيد برنوس ما كيمثل به المغرب، سعيد برنوس ما كيمثل حتى راسو. انا مع راسي، انا مع راسي شي مرات كنطلع راسي في راسو. انا مع راسي كنكون في الصباح في شكل وفي العشيه في شكل. ملي كنكون محنسر كنكون في شكل، ملي كنكون لاباس عليا كنكون في شي شكل، ملي كنكون فاطر كنكون في شكل، وملي كنكون ما فاطرش كنكون في شكل، ملي كنكون كامي كنكون في شكل، ملي ما كنكونش كامي كنكون في شكل، ملي كنكون مزيان مع وليداتي كنكون في شكل، ملي كنكون مخاصم مع وليداتي كنكون في شكل. هذا انسان واحد وما متفقش مع راسو. وانت باغي تمثل المغاربه ولا تقول هؤلاء يمثلون المغرب والمغاربه واولئك لا يمثلونهم. شكون انت اللي تعطي الكارطه لشي واحد يمثل المغرب ولا ما يمثلش المغاربه؟ شكون انت؟ انت ماشي مغربي. هذا النقاش حتى المغاربه ما خصهمش يقولوه. صافي سمعتي كلنا اسعد صحابك صافي كتحكم في المغاربه ولا؟ شكون اللي كلنا اسعد يمثلني؟ اسمعوا اسعد يمثلني. انا داك النهار كنت نقولها لكم، كنقولها لكم غير بالفن. اولاد بلادي ما تطيحوش في الفخ ديال كلنا فلان. ما عمركم تقولوا كلنا فلان، واخا سعيد برنوس اللي زعما ولد بلادكم ما تقولوهاش. ما عمركم تقولوا فلان يمثلني، انتما يمثلني. وها هو اعتقد انه حاكم لازون وبدا كيفرق، هذا مغربي هذا ماشي مغربي، هذا يمثل المغاربه هذا لا يمثل المغاربه. شفتوا الزعامه والبسالك والدصاره كي دايره؟ شفتوا الدصاره كي دايره وفين وصلت؟ شنو باغي في هذا الشيء نتاع المغاربه بيناتهم، وشنو باغي في هذا الشيء نتاع المغرب وبيناتهم؟ المغاربه المغرب كذا، هذه اليهود المغاربه، الامازيغ المغاربه. والله ما نخليك تلعب هذه اللعبه هذه. سير انت هكذا يقولون عنا انت مؤدلج، ما يحبوا حتى المنطوق الديني رغم ان الصراع ديني. هم يقتلوننا لاننا مسلمون، والكيان هذا كيان ديني من حيث الاساس، وعندما نتكلم باسم ديننا يصادرون علينا حتى ان نكون مسلمين وان نقول قال الله وقال. شكون اللي كيصادر على الاخر؟ شكون؟ ياك انت في تيك توك ولا كتهضر؟ هادو كتبوا تدوينات 3 ولا 4 الناس وانت قلتيها بفمك وقلتيها بيديك. يصادرونك، هادو كتبوا في تويتر ولا كتبوا لك تعليقات ولا كيقول لك كون واضحا معنا، كون واضحا معنا، من حقهم يطرحوا الاسئله. الرسول ما يشتوش حتى قال الله وقال الرسول، ما عاد يشتوهاش خالص، ما عاد يشتوها لا من باب ولا من طريق. انا لا مسلم
عندما أنت يا أخي المغربي تعتبر أن الناس يستفزوك وعندما ينتقدوك أنت تستفز مليار مسلم. عندما دابا ولا كيتكلم دابا حنا كمغاربه ولينا ما بقاش دابا كيقول لنا انتم مغاربه غير بيناتكم، دابا ولا يشعل لنا مع المسلمين. بعد عليا سعاده، انا غادي نمرض. بعد عليا بس هادشي. لا حول ولا قوه الا بالله. والله هذا طويل. الاخوان ما يطلع معايا حتى شي واحد من الاخوان واعتذر. اعتذر الاخوان اللي طالبين كيست. ماشي على شي حاجه. غادي نطول اللايف، دونك في العشيه الا حليت اللايف نقدر نقبل الكيستات ديال الاخوان والاخوات يهضروا. دابا الا طلعت شي واحد خصني نطلع على الاقل 10 ديال الاصدقاء والصديقات، وإلا طلعتهم غادي نتعطل بزاف. وكاين بزاف الاصدقاء انا نذكر سميتهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كيف ما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا تفاعلتوا معه بشكل كبير. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي اول مره كيشاهدوا القناه كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.